السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل نوع من انواع الكوكيز، بجد سهل جدا وطعمه خطير، ينفع جنب كوباية شاي بلبن الصبح او الاولاد فعلا هيتبسطوا بيه. وهنعمل حوالي 40 او 50 قطعة بمكونات كلها في البيت. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. يلا نبدأ. هجيب البولة بتاعتي، هبدأ الاول بكوباية الا ربع دقيق، كمية الدقيق بعد كده هنستخدمها. كوباية الا ربع من الدقيق هندخلها كويس قوي في البولة، وهنزل عليها بالسكر ولبن دافي قوي مايل ان هو يبقى سخن، وهخلط كويس قوي لغاية ما السكر يدوب ويبقى الخليط عندي شبه خليط الوافل السايل شوية. هسيب الخليط ده يبرد شوية، وبعد كده هنزل عندي بصفار بيضة، هقلبهم كويس قوي مع بعض واحط الفانيليا بتاعتي، وبعد كده هنزل بالزيت واقلب كويس قوي برضو. بعد كده هنزل بالكاكاو انخله والنسكافيه بتاعي، استخدمت معلقة بس صغيرة او كبيرة ممسوحة. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اخلط كويس قوي الكاكاو بالخليط ده، وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق والبيكنج باودر اللي انا حطيتهم على بعض ورشة ملح، وهنبدأ بقى ان احنا نقعد نزود الدقيق ده لغاية ما يتكون عندي الخليط، يعني يبقى بيلزق بس انا عارفة اتحكم فيه. هو انا هنا زودت اكتر من كوبايتين، هو المقدار المفروض كوبايتين بس انا زودت كتير اكتر من الكوبايتين، انا هنا زودت حوالي 3 كوبايات الا ربع كمان. انتوا برضو ابدأوا ان انتوا تزودوا شوية بشوية عشان ما يبقاش عندي الخليط باظ، لان احنا لازم البسكوت عندي يبقى بيلزق شوية. هبدأ بقى ان انا ارش دقيق على السطح عندي، بس برضو يعني حاولوا ان انتوا ما ترشوش دقيق قوي. شايفين انا هنا حتى بعد ما انا رشيت دقيق والعجينة لميتها بالدقيق اللي انا كنت رشاه، لسه العجينة بتلزق برضو. فانتوا لما هترشوا الدقيق هو هيساعدكم بس ان انتوا تشكلوا البسكوت، من غير الدقيق ده هي بتلزق. بس هبدأ بقى ان انا اقطع بالقطعات اللي عندي، عايزين اي شكل قطعوه عليه. انا كان عندي هنا مقاسين، استخدمت المقاس الكبير علشان حسيت الصغير مش عاجبني الصراحة، يعني حسيت ان هو صغير قوي، فانا عملت كام واحدة بالمقاس الصغير وبعد كده عملت كله بالمقاس الكبير. وبعد كده اول ما نخلص على الفرن على طول، هو ما بياخدش اي وقت خالص، ولما بيدخل الفرن كمان بينفخ شوية. هو البسكوت بيبقى طري من جوه، يعني طري من جوه ومن بره زي سنة قرمش. احنا بنعرف ازاي ان هو استوى خلاص؟ لما بندخل خلة اسنان او عصاية شيش طاووق فيه بنلاقيها نظيفة. بس كده، وده لما خرج عندي من الفرن شايفين بقى شكله عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا اشكل. انا عندي عملت هنا جليز سكر، ده بنعمله بسكر باودر وبنزوده، يعني مثلا لو نص كوباية سكر باودر بنحط عليها معلقة مية ونشوف عايزة تاني ولا لا، لغاية ما يتكون عندي الجليز ده. وبعد كده عشان الجليز ده يثبت على البسكوت ندخله الفرن وهو لسه سخن، يعني انا الفرن كان لسه سخن من البسكوت، فانا بس حطيت الصاج تاني في الفرن يثبت شوية وبعد كده هخرجه. وكان عندي شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودا، وبدأت ان انا اغطي البسكوت بتاعي بالشوكولاتة البيضة والسودا وعملت عليهم خطوط كده، وده كان شكل البسكوت بتاعي. شايفين بجد شكله حلو قوي وطعمه احلى. وطبعا سبت شوية سادة، طعمه بجد حلو والله، هو سادة خالص اصلا من غير اي حاجة. ده كان شكل البسكوت بجد خطير، وبالذات كمان للاولاد بقى في الحضانة او المدرسة. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.